الشهادة 22.5%، أعلى فايدة في البنوك، وأول بنك ينافس البنك الأهلي وبنك مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسابقة الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاع النهاردة. حيث أن قرار البنك المركزي الأخير في اجتماعه الاستثنائي كان قرار جريء جدا من رئيس البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، الذي اتخذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك لمواجهة التضخم وتوفير السيولة النقدية للاعتمادات المالية والاستيراد والإفراج الجمركي، ورفع أسعار الفايدة بالبنك المركزي المصري بقيمة 200 نقطة أساسي، حيث وصل عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة 13.4% و14.4% على الترتيب. كما رفع البنك المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساسي لتصبح 13.75%، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 13.75% أيضا. ولقد قرر البنك الأهلي وبنك مصر بإصدار شهادات بأسعار مختلفة، حيث رفعت أسعار الفايدة على الشهادات 14% لتصبح 16% شهريا بدلا من 14% شهريا. كما أصدر البنكين شهادة بعائد 16.4% بعائد ربع سنوي، وأصدروا شهادة بعائد نصف سنوي 16.5%. كما أصدروا أعلى شهادة بالبنكين بعائد سنوي 17.4%. ولكن أقبل بنك ناصر الاجتماعي على إصدار شهادة أعلى من شهادة البنك الأهلي وبنك مصر، وهي شهادة رد الجميل لأجال 3 سنوات، ليصبح سعر العائد على الشهادة السنوية 17.5% في مقابل شهادة البنك الأهلي وبنك مصر 17.4%، بينما رفع العائد الشهري ليصل إلى 16.4% في مقابل شهادة البنك الأهلي 16% الشهرية، بالإضافة لطرح شهادات لمدة سنة واحدة بعائد 12.4% سنويا و11.75% شهريا لمدة عام واحد فقط. أما بخصوص شهادة 22% التي تم السؤال عنها في الفيديو السابق من أكتر من متابع، الشهادة دي بيقدمها المصرف المتحد بمصر، والشهادة لمدة 3 سنوات، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ شرائها، وتتيح لك الحصول على التسهيل الائتماني بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها. واسم الشهادة هي الشهادة الذهبية التراكمية في المصرف المتحد، والحد الأدنى لربط الشهادة هو 1000 جنيه، ودورية الصرف بتكون آخر المدة. والشهادة دي ليست شهرية ولكنها تراكمية، وده توضيح عشان الناس اللي بتسألني في الفيديو السابق. وانتظروا مننا كل الشهادات الجديدة، فما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. إلى اللقاء.